شكرا جزيلا استاذ مولاي. كلمة افتتاحية المهرجان يلقيها السيد آريان عادل عبد الله مسؤول المهرجان، فليتفضل. السيد ممثل جامعة كركوك المحترم، السيدات والسادة عمداء الجامعات ورؤساء أقسام الكليات المحترمون، السادة المسؤولين، مدراء الدوائر والمدارس والمنظمات المحترمون، الطلاب والحضور الكرام، أيها الحضور الكريم، ضيوفنا الكرام، طلبتنا الأعزاء، كل بمنصبه ومقامه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم جميعا في مهرجاننا العلمي التكنولوجي السنوي، مهرجان كركوك للتكنولوجيا والابتكار بنسختها الثانية. يسعدني أن أرحب بكم جميعا هنا اليوم، حيث نجتمع لمشاركة الأفكار والاكتشافات الجديدة في عالم التكنولوجيا. يعد هذا المهرجان فرصة قيمة للتعلم والتواصل بين الباحثين والمهنيين في هذا الميدان الحيوي، فالتكنولوجيا تشكل عصب حضارتنا الحديثة، وفي هذا المحرك الرئيسي وراء التطور والتغيير في مجموعة متنوعة من الصناعات والقطاعات. لذلك سيشارك المتحدثون جميعا من مختلف التخصصات لمناقشة أحدث التطورات والابتكارات في هذا المجال. وأود أن أشكر باسمي واسم أعضاء لجنة مهرجان المتمثلة بالسيد أركان عباس وآراس قادر وكاردو فريق ومحمد عزيز، جميع الجهات الداعمة والشركاء الذين ساهموا في إمكانية تنظيم هذا المهرجان، وبدون دعمكم لما استطعنا تحقيق هذا التجمع اليوم. وفي الختام نتمنى للجميع مهرجانا ناجحا ومتميزا لنتحدث ونناقش الأفكار ونساهم في تقديم التكنولوجيا. نتمنى لكم جميعا أوقاتا ممتعة ومليئة بالمعرفة والتفاعل. وختاما أود أن أبين للحضور جميعا من الطلبة والأساتذة سيمنح جميع المشاركون شهادات محلية ودولية. تفتح الاستمارة اليوم إن شاء الله في ساعة 12. وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا الأستاذ آريان. ئامادەوانی خۆشەویست میوانە بەڕێزەکان بەخێر بێن بۆ فیستیڤاڵی کەرکووک بۆ تەکنۆلۆژیا و داهێنان. خۆشحاڵین لە ساڵی دووەمدا بە یەک دەگەینەوە پێکەوە فیستیڤاڵەکە دەوڵەمەند دەکەین. ئەم فیستیڤاڵە دەرفەتێکی گرنگە تاکو ئاشنا بین بە داهێنانی نوێی شاری کەرکووک و شارەکانی دیگەش لە بواری داهێنان و تەکنۆلۆژیا. بە ناوی ستافی ئامادەکاری فیستیڤاڵەکەوە سوپاسی سەرجەم ئامادەبوان و بەشداربوان دەکەین و هیوادارین فستیڤالەکە جێگەی ڕەزامەندی هەمووان بێت. زۆر بەخێر بێن. والآن مع كلمة جامعة الكتاب تلقيها التدريسية شيماء مصطفى، فلتتفضل.
بعنوان بين المهرجان السابق والحالي بعض من قصص نجاحات جامعة الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، وقل ربي زدني علما. أساتذتنا الأفاضل، الحضور الكريم، طلبتنا الأعزاء، أنقل لكم تحيات الأستاذ الدكتور أياد برزنجي رئيس جامعة الكتاب ومجلس الجامعة، والسيد يعقوب سعيد نجم الدين مستثمر الجامعة. ويسرنا في جامعة الكتاب المشاركة للمرة الثانية في هذا الحدث العلمي المهم الذي يجرى سنويا في محافظة التآخي محافظة كركوك العزيزة، والذي تعرض فيه الجامعات أهم إنجازاتها العلمية من ابتكارات ومشاريع واختراعات. في الفترة ما بين المهرجان السابق والحالي حققت جامعة الكتاب إنجازات علمية، وإليكم جانبا من قصص نجاحات جامعة الكتاب. أولا، حصول الجامعة على التسلسل الثالث على الجامعات العراقية في التصنيف الوطني. ثانيا، حصول قسم هندسة تقنيات الحاسوب على المرتبة الأولى على الجامعات الحكومية والأهلية في التصنيف الوطني. دعم الباحثين بدفع أجور نشر بحوثهم في مستوعبات سكوبس وكلاريفيت إضافة إلى تقديم المكافآت. نشر أكثر من 260 بحث في مستوعبات سكوبس و45 بحث في مستوعبات كلاريفيت، إضافة إلى دعم الباحثين الذين التحقوا بدراسة الماجستير والدكتوراه خارج العراق. استحدثنا هذه السنة أقسام علمية هندسية مهمة مثل هندسة الميكاترونكس وهندسة الوقود والطاقة والأمن السيبراني وهندسة التصميم الداخلي والطائرات المسيرة وغيرها من متطلبات السوق في ضوء المسار الذي حددته الثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى عدد من أقسام العلوم الصريفة. تطوير 9 مختبرات للحاسبات ضمن أحدث المواصفات والبرامج. تجهيز مختبرات الحاسبات ب9 منظومات للطاقة الشمسية لضمان استمرار تجهيزها بالطاقة النظيفة. استخدام التقنيات والوسائل الحديثة في القاعات الدراسية كالسبورات الذكية. خدمات طبية قدمتها مستشفى الجامعة التعليمي لمنتسبي الجامعة ولأهالي منطقة ألتنكوب. تطوير المختبرات الطبية في الجامعة بأحدث الأجهزة التي يحتاجها الطالب. إنجاز 4 بنايات جديدة لتضاف إلى سلسلة أعمال البناء الذي جعل من جامعة الكتاب المدينة الجامعية التي نفتخر بها. تجهيز مكتبة الجامعة المركزية والمكتبات الفرعية بأحدث الكتب في جميع التخصصات، إضافة إلى المكتبة الإلكترونية التي تزخر بعناوين علمية من دور نشر عالمية رصينة. إطلاق مجلة الكتاب للعلوم الطبية لتكون الشقيق الثالث لمجلتي الكتاب للعلوم الصرفة والعلوم الإنسانية. زيادة المساحات الخضراء بزراعة آلاف الأشجار التي تكاد تغطي معظم مساحات مدينتنا الجامعية. إقامة الدورات والورش التوعوية التي تساهم في معالجة مشاكل المجتمع كتعاطي المخدرات والتدخين وغير ذلك من دورات تحقيق الاستعدادات الكاملة في حالات الطوارئ والكوارث بالتعاون مع دوائر الدفاع المدني ووزارة البيئة. إقامة المؤتمر العلمي الطلابي الأول للجامعة لمشاريع التخرج بالتعاون مع كلية القلم الجامعة وكلية النخبة الجامعة، وعلى بركة الله سينطلق المؤتمر الثاني في شهر آذار المقبل. وغير ذلك العديد من الإنجازات والخدمات العلمية والصحية والمجتمعية. نشكر أكاديمية سيسكو ونشكر جميع الجهات الراعية، ونتمنى لهذا المهرجان النجاح والتوفيق والسداد. والسلام عليكم ورحمة الله. التدريسية شيخ مصطفى محمد، قسم هندسة تقنيات الحاسوب وكلية التقنية الهندسية جامعة الكتاب. أصبحنا بفضل الله مدينة جامعية. جامعة الكتاب، طموحك يتحقق.
شكرا لراعي الرسمي للمهرجان جامعة الكتاب. ليتفضل السيد آريان عادل عبد الله مدير أكاديمية سيسكو إلى المنصة للتحدث عن تحديات الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي. السلام عليكم جميعا. قبل أن ندخل في صلب الموضوع اللي هو تحديات الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي، أحب أن ألقي بعض الملاحظات اللي هي أولها كنا نعرف جميعا التكنولوجيا ومهمتها اليوم، لذلك لبناء أي دولة في العالم في عصر الحالي تعتمد على 3 ركائز أساسية لابد منها، اللي هي بناء المورد أو الموارد. اليوم المورد العراق هو مورد البترول كما نعلم جميعا، لكن يا شباب هذا المورد مورد اليوم ليس المستقبل. لذلك كل الدول اللي نشوفها هنا نلاحظ تطوراتها هي تطوراتها بتكون بالتكنولوجيا. البترول ما هو المستقبل، علم البيانات هو المستقبل شباب، التكنولوجيا هي المستقبل. لذلك المستقبل هو علم البيانات. تعلمون جميعا بحسب الإحصائيات الأخيرة 64 مليون وظيفة بالعالم مهددة بالانقراض. شنو هاي الوظائف؟ الوظائف اللي تتبع أعمال روتينية اللي موجودة تقريبا بأغلب دوائرنا، مثلا المندوبين المبيعات، صحة الصدور. إذا تشوفون اليوم دوائرنا بدأت تدخل في عالم التكنولوجيا. التكنولوجيا لابد احنا كنا ندخل بهذا المجال ونطور نفسنا. لذلك إذا نلاحظ اليوم 130 وظيفة بالعالم ستكون محدثة. إذا نجي نقارن مثلا ناخذ نموذج اللي هي دولتنا، اليوم اكو صحة الصدور الكتروني، اكو عقد زواج الكتروني، اكو ارشفة الكترونية. هذا اذا دل على شيء يدل انه البلد بدأت تدخل هذا العالم. لذلك احنا نقول الاقسام الحاسبات، تخصصات الحاسبات بجميع فروع الشباب هو المستقبل، لكن يعتمد انه احنا نطور نفسنا، انه ما نعتمد فقط على هاي الشهادة الأكاديمية اللي ناخذها بالكليات. صحيح هذه شهادة تبني لك الأساس، لكن ثق أنه أكو ناس بحسب أني في مجال التريننج من 2016 لحد اليوم أعرف ناس اليوم تشتغل بأرقى الشركات هو مو حامل بكالوريوس حاسبات. أنا مدرب ناس أقسام شريعة مخلصة. فالتكنولوجيا عصر مفتوح، أي واحد يقدر يدخل بهذا المجال، لكن بشرط انه تكون مطور نفسه في هذا المجال، انه تكون عنده بعض الشهادات الدوليه اللي ممكن تأهل للعمل في قطاع الخاص. فبناء المورد اساسي، بناء المواهب وبناء القياده نقطتين كلش اساسيات لبناء الدوله. البناء المواهب والقياده تتبعها الدوله. على الدوله ان تسوي هذه التجمعات، ان تعمل ايفنتات، ان تعمل ورش تدريبيه، تطور من الشباب. فبتطور الذكاء الاصطناعي احنا اذا ما نقارن الدول الاجنبيه، انا ما اقارن لك دول اجنبيه، اقارن لك الدول العربيه اللي محيطه بينا. انت تعرف الامارات تخطط من 2020 ل 2030 تكون اول بالعالم في مجال الذكاء الاصطناعي. في ضجه الذكاء الاصطناعي هم اليوم عندهم وزاره الذكاء الاصطناعي يديرها الشباب حالهم حالنا. السعوديه حدثت هيئه تجمع الذكاء الاصطناعي. لذلك على الدوله ان تضع او تفتح الورش التدريبيه للشباب، تكون هناك ايفنتات. نحن في اكاديميه سيسكو شباب، في هذه الامكانيات المحدوده ممكن نعمل هذه التجمعات السنويه.
لكن هذا يحتاج دعم بصراحه، تحتاج دعم من الدوله انه تطور من الشباب. اذا منتبهين موضوع كتاب وزاره التعليم العالي والبحث العلمي المؤخر انه شجعت الشباب، اي شخص عنده مشروع في الارتفيشال انتليجنس الذكاء الاصطناعي في مجال البيئه في مجال الدفاع بجوائز ماديه قيمه. هذا يدل على انه الدوله بدات تدخل في هذا المجال، لكن احنا نحتاج الكثير. بس شوفوا هذا الفيديو وياي وقارن نفسك. سي بلس بلس ديفلوبر محدد بالضبط روبوت عامل لك حسابات يعني تصنع الروبوت ما شاء الله عليه، مصمم مقاطع مرئيه ما شاء الله. الشباب يعني مو انه بس كده كمبيوتر ساينس كلام عام محدد. تمام؟ هذا في الامارات برعايه وزير الذكاء الاصطناعي، وشوف الاعمار. فعلينا احنا نطور نفسنا الشباب. تمام. مين داخل تحت؟ مين؟ تمام. حتى ندخل بالموضوع، 3 نقاط اساسيه لازم احنا نعرف فيها شباب، اللي هي امن المعلومات وامن الشبكات والامن السيبراني. حتى انت تعرف بيا تخصص. الامن المعلومات هو راس الهرم اللي يلم هذه التخصصات كلها، اللي هي انفورميشن سكيورتي. امن المعلومات مهتمه بتامين البيانات سواء كانت ديجيتال او ورقيه او سماعيه او صوتيه، ما هو باختصاص محدد. امن الشبكات اللي هو النتورك سكيورتي مهتمه بتامين الداتا في نقل البيانات من والى. فانت اذا بدات تدخل تخصص نتورك سكيورتي وظيفتك هي تامين الداتا، تمام؟ امن السيبراني الشخص اللي مهتم تكون دافع لهجمات الخارجيه. فهذه 3 تخصصات اللي هو المستقبل. زين، تحديات الامن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي. اذا نلاحظ بعد تطور الذكاء الاصطناعي شباب، اصبح مختصون اللي يشتغلون في امن السيبراني يواجهون تحديات كبيره، لانه بتطور الذكاء الاصطناعي صار التهكير بجوده اعلى. تمام؟ اليوم احنا نستخدم الذكاء الاصطناعي. اي شخص يستخدم فيسبوك هو ده يستخدم الذكاء الاصطناعي. اي شخص ده يستخدم محرك جوجل فهو ده يستخدم الذكاء الاصطناعي. لذلك مختصو الامن السيبراني اليوم يواجهون تحديات كبيره في ظل تطور الذكاء الاصطناعي. اقل التقدير الكلمات المرور اللي هي من 8 كلمات من الحروف وارقام اصبح مهدده بالتهكير. لذلك اليوم من تشتري شيء معين عن طريق الانترنت اصبح الشركات تعتمد على المصادقه الثنائيه، اللي هي انت مثلا من تاخذ البضاعه وتخلي رقمك الفيزا كارد والباسورد تجيك رساله اخرى بتاكيد من الشركه. تمام؟ زين. زين. تهديدات الامن السيبراني اغرب هاي الحادثات اللي صارت في هذا الفتره الاخيره. عندنا استخدام الذكاء الاصطناعي اصبح تستخدم في اختراق الاصوات والصور والفيديوهات شباب. في حادثه في امريكا اجت اتصال لام احد الاطفال انه الطفله مخطوفه ويحتاجون هيئه فديه من المبلغ من المال على مود يطلقون سراح. تعرف انت يجيك هيك تليفون راح تاخذ كل السبل. بعد التدقيق بعد ما قدم الشكوى وبلاغ، هناك في امريكا كلهم عندهم نظام الجي بي اس، وجدوا ان الطفل ما مخطوفه وانما ماخذين النبذه من الاصوات
حتى شنو يهكرون ويسوون تقليد على صوته. ايضا عندنا في شركه سامسونج اليوم استخدام الذكاء الاصطناعي لمبرمجي شركه سامسونج ممنوع. حدثوا ابلكيشن معين دزوا الاكواد للذكاء الاصطناعي لغرض التنقيح. عندك هنا الكود انسرق لانه ما عندهم نظام الهيستوري اللي بتحافظ على كل الاكواد. مقطع اوباما اليوم اي تصريح لاوباما ما تؤخذ ب 100%. طلاب من جامعه واشنطن 14 ساعه اخذوا مقاطع عشوائيه من اوباما وركبوا عليه هذا المقطع. هسه راح تشوفونه هو مو اوباما. هذا الشخص. It got me thinking about my full-time employees and their ability to survive on $8 an hour in New York City. And foremost in all of our minds has been the loss and the grief felt by the people of Orlando. Most of us don't get our health care through the marketplace. We get it through our job or through Medicare or Medicare. And what you should know is that thanks to the Affordable Care Act, your coverage is better today than it was before. Women can get free checkups. Can get charged more. هذا مقطع شباب اللي هي مفبرك بالذكاء الاصطناعي من طلاب من جامعة الواشنطن. لذلك احنا هنا ما نقول ذكاء الاصطناعي شباب مهم. الذكاء الاصطناعي مهم في حياتنا، وايد ناس يستخدموها اليوم، لكن اللي انا اريد اقوله انه على الدولة ان تضع حد وقيود في استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي. شكرا لكم جميعا. شكرا للأستاذ آريان عادل عبد الله لإلقاء محاضرته عن تحديات الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي. من هنا نشكر كل من دعم المهرجان: الراعي الرسمي جامعة الكتاب، الراعي الذهبي شركة كورك للاتصالات، الراعي الفضي مشروع سكايلاند السكني، الراعي الإعلامي مؤسسة كركوك الإعلامية، الراعي الداعمون الجامعة التقنية الشمالية معهد تقني كركوك، جامعة كركوك كلية العلوم والتكنولوجيا المعلومات. الدكتور أحمد شالاك عميد كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات يلقي محاضرة عن رحلة إلى مستقبل الواقع الرقمي، فليتفضل. السلام عليكم.